أفضل وأرخص هاتف للألعاب لسنة 2023. بعد ارتفاع الأسعار الموبايلات في الفترة الأخيرة، أصبح الجميع يبحث عن أفضل الهواتف وأرخص الهواتف اللي بتشغل ألعاب بشكل مستقر ومبالغ مالية تعتبر متوسطة، بحيث القيمة اللي هيديها لك الجهاز مقابل السعر اللي هتشتري بيه الجهاز. جهاز اليوم يا شباب من شركة شاومي هو جهاز الريدمي 12. هكلمك في الفيديو اليوم عن كل مواصفات الجهاز من حيث مميزاته وعيوبه، والاختيار الأول والأخير هيكون ليك. فما تبخلش باللايك واشتراك في القناة وكمل معايا الفيديو للنهاية عشان تستفيد وتعرف الجهاز تشتريه ولا لا. اولا هكلمك دلوقتي عن مواصفات الجهاز وكل ما يميز الجهاز والعيوب الخاصة بالجهاز. اولا هكلمك عن شاشة الجهاز. الشاشة اللي بتأتي من نوع IPS LCD بجودة فول HD 2460 في 1080 بكسل. وعارف ان شاشة الجهاز تعتبر متوسطة، بحيث ان الجهاز يأتي في فئة متوسطة، لكن شاومي جايبة الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، مما يزيد من سرعة استجابة اللمس أثناء لعب الألعاب الثقيلة مثل بابجي وفري فاير، والاستخدام العام للجهاز أثناء اليوم. هننتقل للجزء الثاني وهو المعالج الخاص بالجهاز يأتي من نوع ميديا تك هيليو جي 88 مع معالج رسومي مالي جي 52. والمعالج ده يا شباب يعتبر ممتاز جدا في تشغيل الألعاب، بيقدر يشغل بابجي 40 فريم والألعاب الأخرى على جرافيك متوسط، ومميز في الاستخدام اليومي. لكن عيوبه استهلاك البطارية السريع، وده لأن المعالج يعتبر قديم لأنه نازل من فترة طويلة، لكن لا يعتبر نقطة ضعف في الجهاز. ثالثا بقى وأهم حاجة في الفيديو هو الكاميرات. الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وتعتبر كاميرا متوسطة لتسعير الجهاز، ولكن هتاخد منها صور تعتبر جيدة جدا بالنسبة لهاتف بالسعر ده. أما عن الكاميرا الأمامية فبتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وده اللي بعتبره عيب قاتل في الجهاز. هتاخد صور جيدة في النهار، لكن في التصوير الليلي هتلاقي الصور منغبشة وممكن ما تشوفش منها حاجة. رابعا البطارية بقى. البطارية شاومي جايبلك البطارية 5000 ملي أمبير، وتعتبر ممتازة جدا وكافية للاستخدام الطويل، عشان زي ما انتوا عارفين المعالج بيستهلك من البطارية بشكل كبير جدا. فشاومي حاطط لك بطارية 5000 ملي أمبير عشان تحل المشكلة دي. فحسب بيانات الشركة التليفون هيقدر يشتغل معاك 9 ساعات متواصلين لو انت بتلعب العاب ثقيله. فاحنا بنقول المتوسط، يعني الجهاز هيقعد معاك في حدود من 5 ل7 ساعات بالكتير لعب متوسط. وكمان يا شباب الجهاز بيدعم الشحن السريع بسرعه 18 واط، وياتي الجهاز باحدث واجهات شاومي. ودلوقتي يا شباب هننتقل لعيوب الجهاز، واللي انا بعتبرها عيوب قاتله. الشاحن اللي بيجي مع الجهاز جاي 10 واط مش 18 واط. للاسف الجهاز بيدعم 18 واط، لكن شاومي جايبلك شاحن 10 واط عشان تقلل كمان من سعر الجهاز، وده اللي بعتبره عيب قاتل. طب انت يا شاومي منزل لي الشاحن سريع 18 واط في الجهاز وجايب لي شاحن 10 واط، طب ما تخلي الجهاز يدعم الشحن السريع بسرعه 30 واط ونزلي لي شاحن 18 واط او 10 واط، هيكون الجهاز مميز جدا وممتاز جدا في السعر ده. كمان يا شباب الجهاز ما بيدعمش الصوت الاستيريو. اما بقى عن تسعير الجهاز، فتسعير الجهاز بيجي في مصر الجهاز ده 7400 جنيه مصري. وانتوا هتقولوا السعر غالي في مصر، اقول لك يا حبيب قلبي، بص احنا هنا في مصر تليفون بيبقى نازل ب5000 بيدفع لك ب9000، فما تستغربش التليفون ب3000 ونص 4000 هيدفع لك ب7400 بكتير قوي، عشان غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار والسوق الحر اللي بقى عندنا، والتليفونات اللي بقت تيجي متهربه. اما بسعر الجهاز بالدولار زي ما انت شفت في صوره الغلاء، الجهاز بيجي بسعر 160 دولار. فلو انت ما حطيتش لايك واشتركت في القناه فيا ريت تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. ولو استفدت بالفيديو يا ريت تكتب لي في تعليق. ولو محتاجين فيديوهات كتير عن الموبايلات الرخيصه اللي بتشغل العاب يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله احاول ارد عليكم بقدر الامكان، واحاول اعمل لكم فيديوهات تلخص المواضيع دي. دمتم في رعايه الله.